تفتكروا أفريقيا فيها كام لغة؟ واحدة والّا 2 والّا 3 والّا هي أصلًا لغة واحدة وكله بيتعامل بيها؟ وهل فعلًا نسبة المتعلمين في أفريقيا عالية والّا هُم بيضحكوا علينا والنسبة دي قليلة؟ وهل أصلًا بقى التعليم كويس في أفريقيا والّا ضعيف؟ ويا ترى هُم فعلًا مهتمين بصحة المرأة والأطفال عشان يقللوا الزيادة الطبيعية والّا بيضحكوا علينا؟ ازيكم يا سنة أولى عاملين إيه؟ النهارده إن شاء الله هنكمل درس خصائص سكان أفريقيا. أول حاجة بقى هنتكلم عليها النهارده وهي التركيب اللغوي لسكان قارة أفريقيا. قال لك أفريقيا فيها 5 لغات. أول لغة هي اللغة العربية. طب منتشرة فين؟ قال لك منتشرة في شمال أفريقيا. طب ليه منتشرة في شمال أفريقيا؟ قال لك بسبب هجرة القبائل العربية وانتشار الإسلام. تاني بقى لغة عندنا وهي اللغة السواحلية. دي عبارة عن لغة مجمعة كلمات من كذا لغة في بعض. يعني هتلاقي فيها كام كلمة من العربي، كام كلمة إنجليزي، كام كلمة برتغالي، وهكذا بقى هم قعدوا يلملموا كده في بعضيهم. طب منتشرة فين اللغة دي؟ قال لك منتشرة في شرق أفريقيا. تالت لغة عندنا بقى وهي لغة الهوسة ولغة المندي. دول لغتين بقى منتشرين في غرب أفريقيا. بعد كده بقى اللغة الإنجليزية. طب الإنجليزي منتشر فين في أفريقيا؟ قال لك في جنوب أفريقيا وبعض الدول الأفريقية. طب ليه الإنجليزي انتشر بقى فيهم؟ قال لك بسبب الاحتلال الإنجليزي. آخر لغة بقى عندنا وهي اللغة الفرنسية، موجودة في غرب ووسط أفريقيا زي رواندا والكاميرون. طب ليه موجودة؟ قال لك بسبب الاحتلال الفرنسي. فلما يجي يقول لك اللغة الإنجليزية موجودة ليه؟ قُل له بسبب الاحتلال. اللغة الفرنسية موجودة ليه؟ قُل له بسبب الاحتلال الفرنسي برضه. بعد كده بقى هنتكلم عن الخصائص التعليمية لسكان أفريقيا. من الشكل اللي قدامنا بقى هنفهم إن عدد الناس اللي ما التحقوش بالمراحل التعليمية المختلفة في دول جنوب الصحراء الكبرى زي أثيوبيا وكينيا وأوغندا تقريبًا ضِعف عدد الناس اللي ما التحقوش في دول شمال أفريقيا زي مصر وتونس والجزائر. والدول الأفريقية بتحاول إن هي تكثّف جهودها عشان يقدروا يحققوا الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو ضمان التعليم الجيد والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة. وفي بعض الدول هي اللي قدرت تحقق تقدم في مستوى التعليم ووصل تقريبا في المرحلة الابتدائية يستوعب كل التلاميذ. طب زي إيه؟ الدول دي قالك زي مصر وتونس وجنوب أفريقيا. بعد كده بقى هنتكلم عن الخصائص الصحية لسكان أفريقيا. بتأثر الخصائص الصحية طبعا على تنمية السكان. يعني كل ما نهتم بصحة السكان أكتر كل ما يبقى فيه تنمية أحسن. والشكل اللي قدامنا ده بقى بيوضح لنا إن الرعاية الصحية في أفريقيا منخفضة جدا بالنسبة للمعدل العالمي وبالذات في دول جنوب الصحراء الكبرى. طب ده أدى لإيه؟ أدى لانتشار الأمراض زي مرض الملاريا وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض النوم ومرض السكر اللي بقى منتشر جدا في أفريقيا ومرض الإيدز وأمراض سوء التغذية ومرض السرطان. بعد كده بقى هنتكلم عن الخصائص الثقافية لسكان أفريقيا. قالك بقى إن الثقافة بتمثل رمز لهوية الشعوب وبتتميز الثقافة الأفريقية بالذات بقى بتنوعها بعمقها التاريخي اللي بيمتد لآلاف السنين. وكانت متنوعة في مجالات ياما زي الفنون والحرف والتراث والملابس والأكلات الشعبية والعادات والتقاليد والأدب. هنبدأ بقى نتكلم عن الفنون الإفريقية. ارتبطت الموسيقى من زمان بالطقوس الدينية. إيه اللي يثبت الكلام ده؟ قال لك كان الرقص على أنغام الطبول دي وسيلة للتقرب من المعبوديات الأفريقية. بعد كده بقى هنتكلم عن الحرف التراثية. تتميز بطبع خاص عشان هي بتعبر عن هوية القارة الأفريقية. طب زي إيه بقى الحرف دي؟ قال لك زي صناعة الفخار والخزف والجلود والمنسوجات والأواني والحلي. بعد كده بقى هنتكلم عن الأدب. أفريقيا فيها تراث أدبي كبير جدا وصل للعالمية وفي بعض الأدباء فازوا بجائزة نوبل أصلا زي نجيب محفوظ. ده أول أديب مصري يحصل على جائزة نوبل سنة 1988 بفضل أعماله اللي اتكلمت عن القضايا المجتمعية المصرية في القرن العشرين. تاني واحد بقى ويلين سيونكا، روائي نيجيري وأول كاتب أفريقي
يفوز بجائزة نوبل، خدها سنة 1986، واشتهر إن هو كان بيدافع عن الهوية الثقافية الأفريقية وحمايتها ضد الاستعمار. آخر حاجة هنتكلم عنها بقى وهو دور أفريقيا ومصر في الحفاظ على التراث الثقافي. طب يعني إيه تراث ثقافي؟ قال لك هي العادات والتقاليد والفنون والحاجات اللي إحنا ورثناها عن أجدادنا القدامى، وده أثر كبير جدا ويعتبر ثروة كبيرة لازم نحافظ عليها. عشان كده عملنا أجندة 2063 في أفريقيا اللي كان هدفها إن إحنا نقوي الهوية الثقافية بتاعتنا. وبعد كده جه شعار قمة الاتحاد الأفريقي في سنة 2021 كان بعنوان الفنون والثقافة والتراث أدوات لبناء أفريقيا، وده بيأكد على الدور المهم للفنون والثقافة في حياة الشعوب. ومصر بقى شغالة على إن هي تعزز التعاون الثقافي مع دول أفريقيا، ده من خلال إيه؟ قالك إن هي بتعمل فعاليات متخصصة بالفنون الأفريقية. زي إيه بقى الفعاليات دي؟ زي مهرجان الطبول والفنون التراثية والمهرجان العربي الإفريقي للفنون الشعبية. تفتكروا أفريقيا فيها كام لغة؟